إحنا كنا مدخّلين الصورة من الأساس كده، خلّصنا بقت كده. بالنسبة بقى لإزاي عملت retouch للصورة أو إزاي لوّنت الصورة، كل ده هاقوله لك دلوقتي. أول حاجة بنعملها بنفتح فوتوشوب، وأنا بصراحة عندي فوتوشوب أحدث حاجة يعني عشان أنا راجل نزيه ما اسيبش في نفسي حاجة. بعد كده نروح هنا على الtools اللي على الشمال هنلاقي الremove tool. أنا بصراحة باحب أستخدم الremove tool، ما باحبش أستخدم أي حاجة تانية. نبدأ نشيل، ما أعرفش هي ليه قعدت إيده كده. ده هو الموضوع أبسط بكتير مما كنتم متخيلين. كل الفكرة إن الموضوع بياخد وقت شوية، يعني أنا كده، وطبعًا برضه على حسب الجهاز يعني عشان تبقى الرؤية واضحة برضه يا جماعة، ما نظلمش حد وكده. يعني أنا هاقعد أعملها معاك أهو، هابقى أسرّع بقى الفيديو وكده. طبعًا في طرق كتير، بس أنا بصراحة بافضّل الطريقة دي. يعني أنا بارتاح مع الطريقة دي، حتى لو هي أصعب بكتير وبتاع، بس بصراحة دي مريحاني يعني. الحمد لله على السلامة. سحر، سحر يا جدعان مش طبيعي. بس ندخل بقى على فقرة التلوين. أنا يعني أنا عامةً الخطوات اللي بامشي بيها، بالوّن الأول على Lightroom، وبعد كده بارندر الصور، واللي هو باكسبورت الصور يعني، وبعد كده باخد الصور أستخدمها بقى في فوتوشوب كretouch بعد ما أكون لوّنت. بس أنا دلوقتي عشان كنت بretouch الصورة الأول، فعادي ممكن ألوّن جوّه فوتوشوب بأداة اللي هي كاميرا raw filter. دي يعني عامةً أنا باشوف إن هي Lightroom جزء من فوتوشوب. فكنترول شيفت A، نفتح يا باشا القايمة الجميلة. وبرضو موضوع الألوان ده بيبقى على حسب الذوق العام والذوق بشكل عام يعني. أنا راجل ممكن أحب لون العربية كده، في حد ممكن يكون حابب لون العربية بالشكل الفلاني. في الأول وفي الآخر يا جماعة هي أذواق، وأنا اللي برتاح فيه بعمله واللي بحبه بعمله بصراحة. خدت بالكوا يعني لون الأرض بقى واضح موت من الكلاريتي أو الديهيز اللي هي اللي تحتها دي. والتكستشر برضو مهم جدا يا جدعان، عشان انت لما بتبقى شلت لون يعني الحاجات اللي في الأرض، ساعات لون الأرض بيتغير، فانت كده بتحتاج ان انت تخش تعدل بقى شوية الحبشتكنات دي. وايه تاني؟ بس شوية شاربن عشان الصورة تبقى كده. طبعا لسه ده التلوين المبدئي. بعد كده بتخش على السبجكت والحوارات الجميلة دي. طبعا كل الحاجات دي هو الاشتراك بتاع الحاجات دي غالي. في شركات ممكن تشترك فيها 250 جنيه 300 جنيه، تنزل بقى أي إصدار أنت عايزه في فوتوشوب، تعيش حياتك بقى. طبعا ده الجهاز بيموت يا جدعان عشان بعمل فيه حاجات كتير جدا. ويا رب يا رب يا رب الفيديو يكمل على خير من غير ما يبوظ يوزر وانت مش عارف ايه. بالله عليك يا نجم، فوق فوق يا سليمان. يا سليمان طب انتر طيب، اي حاجة يا عم، اي حاجة. هيقعد يحمل دلوقتي بقى الحاجات اللي انا عملتها، واخش بقى اعمل باك جراوند من اول وجديد. يلا يا عم، قصة حزينة. الجهاز وقف. ايوه اشتغلت هي، بسم الله. او على الشياكة والقلاجة. لسه ما خلصناش يا جماعة. ندخل تاني عشان انا ما بحرمش، واجيب بقى الباك جراوند ونقلل سيكا وبتاع، نقلل الإضاءة. يلا يا عم الحاج، قلل شوية شوية، قلل شوية بلاك عشان بصوا يا جدعان، بصوا على الأرض. كل ما الأرض بتغمق كل ما بقت واقعية أكتر وبتاع. شوية لون بقى للأرض عشان الخطوط الصفراء والحاجات الزرقاء وبتاع، ونعمل للسكاي لوحدها. كل الحاجات دي اوتوماتيك عشان انا يعني مش عشان انا عملت حاجة والله يا جدعان، بس هي عشان الفكرة كلها ان انت لما بتدفع اشتراكات بتريح على نفسك كتير. اصبر. بصوا يا جدعان، احنا كنا مدخلين الصورة من الأساس كده، خلصنا بقت كده. والله يا جدعان هي مش خبرة ولا حاجة، على قد ما هي تعود. فكرة ان انت بيبقى عندك editing كتير. طبعا الصورة دي فيها ريتاتش لسه كتير جدا، يعني الخطوط اللي في الارض دي محتاجة تتظبط. ممكن تستخدم ال AI في ان انت تسلكت حاجات معينة وتقول له شيل لي وحط مش عارف ايه واعمل الكلام ده. بس انا برتاح في ريموف تول، وربنا يحفظها ويخليها لي. وبس يا جدعان، كده تبقوا عرفتوا انا عملت ريتاتش ازاي. سلام عليكم.